السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة اقول لكم وحشتوني جدا جدا والله العظيم، انا ما مصدقة ان انا بصور معاكم النهاردة كده. هو روتين خفيف شوية ودقايقه بسيطة بس علشان اطمنكم عليا واقول لكم الحمد لله الحمد لله. الله الشافي المعافي. استرديت صحتي تاني وان شاء الله ان شاء الله نعمل مع بعض احلى فيديوهات. حبيت اصبح على ام حمزة العسل، وتعالوا بقى نبدأ يومنا النهاردة كده بفنجان قهوة حلو واقول لكم عملنا ايه الفتره. بصوا الفتره اللي فاتت يا بنات كانت فتره صعبه جدا جدا عليا. يا رب ما حد يجربها ابدا. في الاول بدات معايا بسخونيه، بدور برد الاول، وبعد كده قلبت بسخونيه شديده جدا، بعد كده بجفاف ومحلول. وبصوا يعني الحمد لله الحمد لله. وختمت بقى، وختمها كان مسك، ختمت بوداني. وداني ما كنتش بسمع خالص خالص، وكان فيها كده زي تقل وكنت تعبانة جدًا. وكان برضه صوتي رايح. يعني بُصّوا عايزة أقول لكم إن أنا دخلت في الشهر وأكتر تعبانة. هنا كده كنت جايبة حبّة حاجات لِب بقى وحلويات للولاد، لإني كنت بقى لي فترة ما باطلعش من البيت، وحبّيت أورّيكم المنظر الجميل ده. دي الفراولة، بس الفراولة اللي هي دي الفراولة البلدي لسه ما طلعتش. فحبّيت كده الصبح كده آخدكم أورّيكم كده المنظر الخضرة الجميل كده قدّام البيت، شكله حلو جدًا. عايزة أقول لكم هنا بقى ده كان الأستاذ يونس، وكان ماسك التليفون بتاع باباه ومش راضي يقوم يعني. فقُلت والله لا مصوّراك في الكاميرا. هنا بقى طبعًا عايزة أقول لكم كان مجرد بس إن إحنا بنروّق ترويق، يعني وأنا تعبانة وكده، وده كنت تحليل كنت عاملاه. كنت عايزة أقول لكم إن إحنا بنروّق كده حاجات على الخفيف، طبعًا برضه مش زي ما أنتِ بتعملي في بيتِك وتروّقي. ويعني بقى التنضيفات العميقة صراحة ما عملتش أي حاجة في التنضيفات العميقة. هنا كده كنت باورّيكم بقى الرُكنية والبهدلة طبعًا من بالليل، ويونس قلب كمان هنا قلب شوية مَيّة، وكانت الدنيا متبهدلة. فحاولت كده إن أنا أقوم وأتنشّط معاكم ونضبّط الدنيا، عشان بس ما ادّيكوش طاقة سلبية ولا حاجة. بس أنا عايزة أقول لكم والله، والله أنا ما كنت أصلًا متوقعة إن أنا هاطلع وأصوّر تاني وأتكلّم معاكم تاني. باشكر كل حبايب قلبي اللي سألوا عليَّ، باشكر مامة حمزة ربنا يبارك لِك يا رب، وكل أصحابي وحبايبي اللي سألوا عليَّ على الخاص، ربنا يبارك لكم يا رب. حبيت كده بقى إن أنا أقوم أروّق كده الصالة كده على الماشي. كانوا الولاد بقى كانوا امتحانات وكده، فأنا قُمت كده حاولت إن أنا بقى أروّق الدنيا. طبعًا بدأت إن أنا كنت طبعًا كل ده كنت باعمله على خفيف كده، بس ما كنتش باصوّر صراحة. فوحشني التصوير ووحشني الكلام معاكم، فقُلت كده إيه، أبدأ أروّق الصالة. طبعًا كانت يارا بنتي اللي هي الكبيرة في تانية إعدادي كانت صراحة بتعمل كل حاجة، يعني بكل حاجة، بس أنا كنت باحاول إن أنا أسَنِّد كده وأعمل لهم أكل، وساعات هُم كانوا بيسلكوا بقى بأي أكل صراحة. فالحمد لله، الحمد لله أحمد وأشكر ربنا طبعًا إن أنا قُمت تاني نستعين بقى نشاطنا. فأنا حبيت أعمل فيديو صغير كده وأعرّفكم كل اللي دار قبل كده، علشان لمّا نبدأ فيديوهات بقى نشطة وحاجات حلوة، ما نتكلمش في إيه، في العيا واللي فات يعني. طبعًا هنا بقى جِبت كده القرآن الكريم وسِبته يشتغل على الشاشة. وعايزة أقول لكم يا بنات هو مكتبة الشاشة دي حلوة ومش حلوة، يعني عايزة أقول لكم بتتطرب على طول. بتلم أوساخ بطريقة فظيعة. دي الرُكنة اللي أنا جددتها يا بنات. طبعًا لو ترجعوا الفيديوهات التانية كنتم هتلاقوا الصالة فاضية من غير رُكنية، وكانت الرُكنة القديمة كان لونها نبيتي، لون الحافظة دي. كان لونها نبيتي لون الحافظة دي. هنا كده الألوان مش منسقة مع بعضها، الرُكنة بُني مع الموضة الجديدة، والألوان بتاعة السجادة بس يا يونس عفوًا. اللي هو بقى فرش السجاد واحدة لبني وواحدة حمرا وواحدة نبيتي، السجاد مش منسق مع الرُكنة. طبعًا جيت أنا بعد ما جبت الرُكنية على طول، فحتى ما لحقتش أصورها لكم ولا حاجة. فجيت تعبت بقى وخدت دور التعب ده. طبعًا دخلت في الشهر وشوية، فما كنتش عارفة أورّيكم بقى الرُكنة وكده. كده كنت روّقت أوضة البنات وروّقت الصالة برضه. وطبعًا الألوان بقى بتاعة السجاد مع الرُكنة مش لايقة خالص. بس إن شاء الله، إن شاء الله هنجدد قريب، وهاجيب سجادة تمشي مع الرُكنية، ويبقى كده الصالة كاملة متكاملة مع إن شاء الله هاعمل ستارتين، ستارة على باب الأرضي وستارة على باب الأوضة، لإن الرُكنة القديمة يا بنات كانت نبيتي. كانت نبيتي كده أحمر غامق، فطبعًا اللون النبيتي ده انقرض ما فيش أي بقى حاجة هتليق طبعًا من النبيتي على البني. فأنا إن شاء الله باحاول أجدد واحدة واحدة. ودّيت الرُكنة لراجل كويس جدًا جدًا صراحة تسلم إيديه، غيّرها لي 180 درجة وخلّاها لي حلوة جدًا. طبعًا
ودفعت الفرق وكده. هنا بقى كنت بوريكم، هنا روقت وفرشت كنت هنا بقول لكم الالوان مش متناسقه مع بعضها،